ألبرت أينشتاين. الولد ده وهو صغير كان اتأخر قوي في النطق، فأهله خافوا عليه جدا، بس أول جملة نطقها الأكل ده سخن جدا. فأهله سألوه أنت ليه ما كنتش بتتكلم قبل كده؟ قال لهم لأن كل حاجة كانت مظبوطة لحد اللحظة دي. وهو عنده حوالي 5 سنين والده اشترى له بوصلة. البوصلة دي تقدر تقول كده غيرت حياته وخلت عنده شغف بالعلم والمعرفة والبحث والاستكشاف. لما وصل سن 17 سنة التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وجاب درجات عالية جدا في مواد الرياضة والعلوم. أما بالنسبة لباقي المواد التانية زي التاريخ والجغرافيا فجاب فيها درجات سيئة جدا. ألبرت أينشتاين مات في 18 إبريل سنة 1955 وبالتحديد في مستشفى نيو جيرسي الأمريكية، وكان سبب الوفاة انفجار في الأوعية الدموية، مع إن الدكاترة كانوا حذروه قبل كده كتير إنك لازم تعمل عملية معينة وإلا هتموت في الآخر. فرد عليهم بجملته الشهيرة لا طعم للحياة إذا كانت بتدخل خارجي. لقد لعبت دوري في الحياة والآن أفضل أن أموت بشكل لائق. وبعد ما مات لقيوا جنبه جواب. ايه الجواب ده؟ كان المفترض انه يبعته لاسرائيل اللي بالمناسبه كانت طلبت من اينشتاين انه يتولى رئاستها، ولكن هو رفض.